نقطة مهمة عايزين نتكلم فيها، وهي إن العيب في النظام مش في اللعيبة، وده اللي خلى المغرب يوصل لهنا، لأن ده مش صدفة، ده نتيجة شغل وتعب ومجهود سنين بيحصلوا ده دلوقتي بعد ما بنوا مشروع كبير وربطوا بين المراحل السنية كلها. وبعد ما تبني جيل قوي وتطلع لعيبة تقدر تاكل بيها الأخضر واليابس حرفيا، ده معناه إن أنت مأمن مستقبل المنتخب الأول ل 10 سنين قدام. منتخب ممتع، لعيبة متأسسة صح، لعيبة أكاديميات قدروا إن هم ياخدوا بطولة يكسبوا فيها أسبانيا والبرازيل وأمريكا وفرنسا والأرجنتين، حدث عالمي خلى كل العالم يتكلم عنهم. وتقدر تشوف المغرب تاني في كاس العالم اللي جاي وكاس العالم اللي بعده بيوصلوا لابعد نقطه زي ما عملوها في 22 عادي جدا. المشابه بقى من كل الانجازات اللي منتخبات المغرب بتعملها دي، وهي ان معاهم مدربين محليين. بس لو جيت بصيت بقى على وليد الركراكي او على محمد وهابي، هتلاقي ان فعلا السيره الذاتيه بتاعتهم هم كفاءات ان هم يقدروا يشيلوا المنتخب ويخدموا بلدهم، ومع لعيبه فعلا قدروا يهتموا بيها وقدروا يصرفوا عليها صح بالشكل السليم، قدروا ان هم يعملوا انجازات تاريخيه للمغرب. نتمنى نشوف تجربه زي دي ترجع لنا منتخبنا اللي احنا نعرفه، لان والله عندنا خامات نقدر نستخدمها، بس مع شويه سيستم ونظام هنقدر نوصل لحته تانية. انجاز كبير وتاريخي للمغرب، فخر العرب، مبروك لاخواتنا المغاربه.